جماعة انا جبت لكم حل لجوع اخر الليل في الشتاء. هنعمل احلى ساندوتش تويستر بيتي مش طبيعي بجد، ملوش حل. لازم تجربوه. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والمتابعة. يلا بينا. اول حاجة هنحمر الاستريبس زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبه لحد ما ياخد لون خطير زي ده واقلبه على الناحية التانية. وبعد ما اتأكد انه اتحمر على الجنبين هطلعه. شايفين لونه خطير ازاي؟ وهقرب لكم كمان الكاميرا علشان تشوفوا قد ايه هو رهيب. بصوا بقى، انتوا هتعملوا احلى ساندويتش وكمان مش هياخد وقت معاكم خالص. مفيش اسرع من كده بجد. وبعد كده هنحمر البانيه. وده شكلهم في النهاية. نجهز بقى الساندوتش. طبعا الوصفة دي انا بستخدم لها عيش تورتيه وخس وجبنة شرايح وبطاطس ومايونيز، وممكن فلفل او طماطم برضو، ما تقولش لا. اول حاجة بقى هنجيب عيش التورتيه وحط فيها شريحة جبنة والخس والستريبس، وننزل عليها برضو بشوية بطاطس وصوص الجبنة الخطير ومايونيز، واقفل الساندوتش على كده. شايفين الجمال طبعا. وبعد كده هجيب الجريل وادهنها سمنة علشان يعزز الطعم ويخليه خطير. وبعد كده هنزل بالساندوتشات واقفل عليها لحد ما يحمروا، واقلبهم على الناحية التانية. انا مش هتكلم كتير، انتوا اكيد شايفين شكله عامل ازاي. وبعد ما ياخد لون خطير على الجنبين هطلعه وبس كده. وكده جهزنا احلى ساندوتش وخطير. بجد ايه الحلاوة والجمال ده كله؟ ولا الصوص الخطير ده يتاكل اكل يا جماعة تحفة. وكمان انا عملت البانيه بنفس الطريقة بس في عيش سوري وخطير جدا. هستناكم تجربوه وتكتبولي رأيكم في الكومنتس. واستنونا في فيديو جديد في اكلك ألذ مع بنات العيلة. باي باي.